اليوم جبت لكم طريقة مميزة بتحضير الكبة أو تحضير عجينة الكبة بمكون واحد. رح تاخدوا أفضل نتيجة، بتقرمش وكتير طعمتها طيبة وكتير طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة. أما بالنسبة للحشوة الرابط بتلاقوه بصندوق الوصف إن شاء الله. هلا هون بعد ما جهزت الحشوة أنا حطيت لها شوية جوز وبنستناها لحتى تبرد، وطبعا بننشفها من ميتها كتير وبنصفيها بالمصفية كمان حتى نتخلص من كل السوائل وما تشقشق معنا الكبة. أما هون أنا عندي كيلو برغل عمقي اسمه يعني ناعم كتير خاص بالكبة، وممكن كمان نستعمل البرغل الأصفر ما في مشكلة بس هذا بيكون أطيب. وهلأ نيجي للمكون اللي حكينا عنه وهو البطاطا، وبهذا المكون رح ناخد أحسن وأطيب كبة بتقرمش والطريقة كتير سهلة. هلأ بالنسبة للبطاطا بعد ما قشرناها حطيتها بالطنجرة وبنحط عليها شوية مي، ما تكتروا المي، وبنسقل على حتى تستوي تنزل هميسة، وبناخدها بنحطها فوق البرغل مع ميتة أساسية كمان. هلأ هيك بنترك حبة البرغل لحتى تفتح بمية البطاطا. وهلا هون بعد نص ساعة بنحط البهارات عبارة عن ملح وشوية كمون وفلفلة حمراء. وهلا هيك هي النتيجة مثل ما نكون شايفين. هلا بإمكاننا نعركها على ايدنا او بالماكينة او بالعجانة اذا بتحبوا. انا بدي اسويها على الماكينة. والبصلة لا تنسوها، بصلة كبيرة مع البرغل. هلا لتشكيل الكبة محتاجين معلقة نشا وشوية مي لنرطب ايدنا فيها. هلا لتشكيل الكبة في اكثر من طريقة بس ممكن تشكلوها بهي الطريقة وكتير سهلة. هلا الكبه صارت عندي، بدي اوصل لدرجه الحراره اللي بدي اياها بالزيت. هون بحط شقفه خبزه لحتى تاخذ اللون مثل ما انكم شايفين، وببدا بقلي الكبه. بالبدايه نار عاليه وما بنقلبها للكبه لحتى تتشمع، بعدين بنوطي النار حتى تستوي من جوا لنوصل للون اللي بدنا اياه. وبالوجبه الثانيه بنرجع بنعلي النار وبنعمل نفس الطريقه اللي عملناها بالبدايه. وطبعا هاي الكبه اذا بدنا نفرزها ما في مشكله، بنخليها بالصينيه بنحطها بالفريزر لحتى تجمد، بنعبيها بكيس وبتروح معنا اشهر. وهي النتيجه النهائيه، منظر بيغرف القلب، ولا أطيب من هيك. صدقوني جربوها ورح تدعوا لي. لا تنسوا الاشتراك والجرس والتعليق الحلو مثلكم واللايك، والسلام عليكم.